أهلا بيكم في حلقة جديدة من دمك خفيف بس حلله. شكلك جاي ومعاك حكاية. فعلا. امبارح كنت قاعد مع صاحبي وبيقول لي انه كان بيتفرج على برنامج وسمع لأول مرة ان في تحاليل كتير للسكر، صايم، فاطر وعشوائي. بس هو اتلخبط، هو كل واحد بيتعمل امتى وفايدته ايه؟ وانت أكيد قلتله استنى الحلقة الجاية من دمك خفيف بس حلله، وأنا ونقطة هنفهمك الحكاية من الأول للآخر. بالظبط. تخيل جسمك شركة كبيرة فيها البنكرياس هو المدير والأنسولين هو الموظف الشاطر. فلو المدير نايم أو الموظف مش سامع الكلام، السكر يفضل تايه في الدم ويعلى، وده اللي بيحصل في مرض السكر. ومن هنا جه دور مراقبين الجودة، صايم وفاطر وعشوائي، اللي بيشوفوا الشركة في أوضاع مختلفة، وهي مقفولة وهي شغالة وهي حصل فيها طوارئ فجأة. المدير بيدي أوامر للموظف إنه ياخد السكر من الدم ويوصله للخلايا علشان يعملوا طاقة. السكر الصايم لازم تصوم 8 ساعات علشان نعرف مستوى السكر من غير تأثير الأكل أو الشرب. يعني جاي يشوف الشركة وهي مقفولة بالليل، هل الأمور مستقرة ولا في مشكلة؟ لأن أي أكل قبل التحليل هيرفع السكر ويبوظ النتيجة. السكر الفاطر بيتعمل بعد الأكل بساعتين، لأن ده الوقت اللي بيكون فيه السكر وصل لأعلى مستوى، والمفروض البنكرياس يكون بدأ يسيطر عليه. وهنا بنعرف المدير والموظف شغالين كويس ولا لأ. أما العشوائي فده بيتعمل في أي وقت ومفيد لو في أعراض زي عطش شديد أو تبول كتير. معنى كلامك إن السكر الصايم بيتعمل بعد ما تصوم من 6 ل 8 ساعات، يعني مفيش قهوة ولا عصير، حتى اللبان بالنعناع لأ. والسكر الفاطر معناه إنك تاكل وجبة وبعد ساعتين بالظبط تعمل التحليل. أما السكر العشوائي ده بقى بيتعمل من غير مواعيد، تيجي المعمل في أي وقت يقولك يلا ناخد عينة. يبقى كده يا محلول، لما صاحبك يسمع الحلقة مش هيتلخبط تاني. بالظبط. وهيوصل له إن كل تحليل ليه وقته، وكل واحد بيكشف جزء من صورة صحتك. وأهم حاجة، أي رقم يطلع راجع الطبيب علشان التفسير الصح مش بالأرقام بس.